كل سنة في الوقت ده بتنزل عيلة جديدة، موبايل منهم بيكون حديث الساعة، تسمع تسريبات كتير قبل نزوله وكل واحد ينزل تصميم مختلف، بس الشركة ثابتة على المبدأ، نفس التصميم نفس المواصفات، ولولا كلام الناس كانوا نزلوا بنفس المعالج. كعادة كل الشركات بتنزل بتطوير كبير كل سنة، بس السنة دي نازلين بتطوير لتحت وشكل مش أفضل حاجة، لغوا جمالية الموبايل. من الآخر جمع لك كل حاجة تكررت في السامسونج اس 25 الترا الجديد. بعيدا عن كل التطبيل ومحبين السامسونج، هكون محايد جدا في الميزه والعيوب، واحتمال تقفل الفيديو مش متاكد. مش احباط، بس هسيبك انت تحكم بنفسك. استني ايه؟ اللايك والاشتراك اتعملوا خلاص، يلا نبتدي. بيقدم تجربة محترمة جدا مع المعالج الجديد سناب دراجون 8 إليت 4 جالاكسي بدقة تصنيع 3 نانومتر، وعلى تقييم انتوتو وصل 2,641,000 نقطة، فرق عن اس 24 الترا حوالي 700,000 نقطة. وصراحة الرقم ده قليل مقارنة مع المنافسين بيوصلوا لحد 3 مليون نقطة، والمفروض المعالج ده معمول مخصوص للسامسونج والناس بتقول شعر فيه، فايه بقى؟ مع تردد 120 هرتز سريع وسلس في الحركة والتنقل، وخصوصا السوفت وير الجديد جميل. وفي الالعاب طبعا بيقدم تجربه محترمه جدا مع معالج الرسوميات، وتحديدا في ببجي وصل 120 فريم ده اكيد، ومع تجربه صوت ستيريو هتعجبك جدا. ولو بصينا على الشاشه هنلاقي فروقات بسيطه جدا عن اس 24 الترا. مقاس الشاشه من 6.8 انش بقى 6.9 انش، نسبه الشاشه لجسم الموبايل من 89.5% بقت 92.5%، حلو جدا. وطبقه حمايه الشاشه من جوريلا ارمور بقت جوريلا ارمور 2، وحواف الشاشه من الشكل المميز جدا لعيله الالترا بقى اس 24 عادي جدا. ده الانجاز العظيم اللي الناس والمراجعين بيشكروا فيه، وازاي الشركه وصلت للتطوير ده. لكن زي بعض من نوع دايناميك ال تي بي او اموليد 2 اكس وجوده 2K، بتدعم 16 مليون لون بس، مش مليار ولا 68 مليار لون زي شاومي. غريبه شويه، بس للاسف ده مؤكد من موقع سامسونج الرسمي، مع HDR 10 بلس ونفس سطوع 2600 شمعه. في واحد بدون ذكر اسماء كان بيعدل في السطوع ويقول لك بص اس 25 احسن من اس 24، بص شاشه مفيش زيها. الناس ردت، انا مش هرد، ويعتبر نفس الشاشه القديمه بس صغروا البيزل الى الحواف بس. التصميم فيه شغل واضح جدا، هو نفسه اس 24 الترا بس تحس الكاميرات ورمه، عارف لما حد يضربك بالبوكس هي كده. ومن الظهر تحسه اس 24 عادي او بلس، يعني مستحيل تصدق ان ده الترا بالشكل ده نهائي. والفريم مسطح بالكامل ومن التيتانيوم، المفروض انه اقوى، بس الاجيال القديمه انتوا عارفين مشاكلها، ان فيها تجريح والكلام ده، هنشوف لسه هيستحمل ولا زيه زي القديم. والظهر من الازاز وعليه حمايه من نوع جوريلا ارمور 2 زي الشاشه. والمميز شويه انهم قللوا السمك من 8.6 مللي بقى 8.2 مللي، حلو. والوزن من 233 جرام بقى 218 جرام، مقبول. بيدعم نفس مقاومه المياه معيار IP 68، حاليا في 69 بس تقريبا ما عدتش عليهم. في خبر للاسف محبط ومحزن جدا هيزعل كل مستخدمي الالترا، الاس بن لا ما اتلغاش، لسه السنه الجايه. السنه دي بقى قلم عادي، ميزات البلوتوث زي التصوير والتحكم عن بعد في الكاميرات اتلغت. اقصى حاجه ممكن تتخيل انك تعملها انك ترسم، او لو فاضي اسكرول شويه. وبيدعم شريحتين نانو 5G واي سيم مع نظام شبكات واتصال افضل شويه، واي فاي 7 بلوتوث 5 و4 وان اف سي. النقله اللي حصلت فعلا في السوفت وير، نزل بالواجهه الجديده One UI 7 مع الاندرويد 15، والاهم من كل ده 7 تحديثات رسميه. وللعلم سامسونج قالت ان One UI 7 هتوصل رسميا للاجهزه الاقدم من شهر 4 زي عيله اس 24 ولا اقل منها، وطبعا عارفين السبب ليه. ومع الميزه الاهم من سامسونج سيركل تو سيرش المعروفه وشويه AI، وكل ده مع انيميشن جميل وسرعه في الحركه والتنقل سلسه جدا، ومساعده المعالج والتردد والسوفت وير، وطبعا ميزات AI افضل من الجيل القديم، بقى سلس وسريع اكتر. وما تنساش يا صديقي وانت معدي اللايك والاشتراك وزر الجرس واي كلمه حلوه تشجعني. استمر، عاش، برافو، جامد. الكلام ده مش هوصيته، كفايه كده. وتعالوا نشوف الكاميرات، وهم 4 كاميرات وزي الاس 24 الترا بالظبط، باختلاف الالترا وايد بقت اعلى شويه 50 ميجا بكسل. فعندك الاساسيه 200 ميجا بكسل مع مثبت بصري وتركيز ليزر، والثانيه 10 ميجا زوم وبتدعم 3 اكس اوبتيكال، الثالثه 50 ميجا بيروسكوب زوم وبتدعم 5 اكس اوبتيكال، والاخيره لسه قايلها من شويه الالترا وايد بقت 50 ميجا بكسل. انا لقيت بصراحه تطبيل كتير قوي للموبايل ده وظاهر العوالم ومالوش اي منافس. عشان انهي الجدال ده هضيف معاه الايفون 16 برو ماكس ونبتدي تحدي القرن. ايفون افضل في تفاصيل الشعر خصوصا في الظل، تفاصيل الوش ممتازه في الاثنين
بس الوان ايفون افضل، والعزل ممتاز في الاثنين بس سامسونج افضل درجه في الشعر. سامسونج حلو بس لون الوش فاتح عكس الايفون، ظابط الوان الوش وفي الشعر والعزل يعتبروا زي بعض. مع الزوم العزل افضل في السامسونج كتفاصيل لكن نفس الفكره لون الوش فاتح. مع 5 اكس تفاصيل سامسونج افضل كتير، العزل افضل لكن ايفون تحسه مبكسل شويه. في الشمس اضاءه ايفون افضل، سامسونج غامق على الجسم والوش والزرع. مع الزوم الاثنين يعتبروا زي بعض، هسيبك انت تحكم بنفسك مين الافضل فيهم واكتبه في الكومنتات. مع 5 اكس زوم سامسونج افضل في اضاءه الوش لكن الشعر مش واضح زي الايفون والتفاصيل ممتازه في الاثنين. الصورتين حلوين جدا فيهم فروقات بسيطه، سيبك انت تكتبهم في الكومنتات. الالترا وايد اتطورت في السامسونج وبقت افضل كتير بوضوح وتفاصيل واضاءه افضل من الايفون. ايفون افضل في التفاصيل والوضوح، سامسونج تحسه مبكسل عند الورق. مع الزوم سامسونج متفوق في الوضوح والتفاصيل. مع 5 اكس زوم ايفون جميل بتفاصيل حلوه بس سامسونج اعلى درجه. ركز في الصورتين كويس واكتب الفروقات بينهم في الكومنتات. الصورتين حلوين بس اضاءه سامسونج فاتحه زياده وايفون غامق درجه، مفيش وسط. في النايت مود افضل سامسونج واضح اكتر وظابط الضوء والتفاصيل اكتر. مش هفضل الالترا وايد في الاثنين وخصوصا ايفون وحشه جدا، مفيش لا تفاصيل ولا ضوء، ويعتبر سامسونج افضل درجه في الضوء والتفاصيل. مع 5 اكس زوم ايفون متفوق كتفاصيل وضوء، سامسونج مش موضح غير الاسم. مع 10 اكس زوم سامسونج مفيش تفاصيل غير الاسم بس، ايفون مبرسل خالص ومش حلو. تفاصيل ووضوح والوان سامسونج افضل. مع 5 اكس زوم سامسونج لاسع الوش مع تفاصيل افضل لكن ايفون عزل افضل مع ضوء افضل. سامسونج افضل وتفاصيله افضل لكن ضوء عالي شويه، ايفون مش واضح كفايه مع ضوء افضل. هسيبك انت تحكم بنفسك، ركز كويس في الصورتين واكتب في الكومنتات نفس الصوره اللي قبلها بنفس الفكره بالظبط، قول لي رايك فيهم. وكفايه الصور وتعالوا نشوف تصوير الفيديو. هو بيصور 8K لحد 30 فريم و4K لحد 120 فريم، وللعلم ال 120 فريم مش انجاز، هي موجوده في الاس 24 الترا موبايلات كتير جدا ممتازين جدا وثابتين، بس الوان ايفون افضل وتفاصيله احسن، تحسها واقعيه اكتر من السامسونج، خصوصا لو ركزت على الوان السامسونج هتحسها باهته وتفاصيله اقل. في الالترا وايد ممتازين جدا وشبه بعض. مع 5 اكس و10 اكس زوم ثابتين وحلوين جدا بس تفاصيل سامسونج افضل. لو اضاءه متوسطه هتلاحظ تفوق لايفون في التفاصيل والوضوح. ومع 4K و120 فريم ايفون متفوق جدا في التفاصيل والاضاءه والالوان، سامسونج تحسه باهت ومبرسل مش هفضله. في النايت مود مبرسل في الاثنين، الالوان باهته جدا مش هفضلهم. والسيلفي لسه للاسف 12 ميجا بكسل مفيش 50 ميجا بكسل، ممتازين جدا بس تفاصيل سامسونج افضل، الوان ايفون مظبوطه اكتر. في النايت مود سامسونج افضل بس تحس الصوره مبكسله، ايفون افضل درجه في الوضوح لكن الضوء وحش. وطبعا بيصور فيديو 4K 60 فريم، ممتازين جدا بس ايفون افضل في وضوح الشعر، وايفون ثابت اكتر في ضوء الشمس، وافضل في تحليل الضوء ووضوح افضل من سامسونج. بص الحته الجايه دي هتفرح جدا مستخدمي السامسونج. في البورتريه فيديو سامسونج متفوق جدا في العزل وظابط الشعر صح، عكس ايفون شايل كتير من الشعر ومش عازل حلو. وفي الاضاءه المتوسطه للضعيفه تحس انك بتصور بموبايل نوكيا، مستحيل يكونوا موبايلات فلاج شيب. في النايت مود مع وجود ضوء الاثنين مقبولين ويعتبروا زي بعض، ممكن تحس سامسونج افضل درجه في الضوء والوضوح. البطاريه نفسها ما اتغيرتش 5000 ملي امبير ونفس الشاحن 45 واط، مفيش اي جديد. اتوقع في اس 27 الترا ينزلوا ببطاريه 5100 ملي امبير بس مفيش اي جديد، ونزل لك برام 12 جيجا بتردد 5333 ميجا هرتز، ومساحه التخزين من نوع يو اف اس 4 والثلاث انواع 256 جيجا و512 جيجا و1024 جيجا. وفي نسخه مش مؤكده هتتوفر في الوطن العربي ولا لا، وهي رام 16 جيجا مع مساحه تخزين 1 تيرا ومش بيدعم تركيب كارت ميموري. باختصار كده تعالى نعرف الموبايل ده يستاهل وتشتريه ولا لا. عجبني المعالج الجديد لكن ما عجبنيش الكاميرات في المجمل، هي حلوه وجميله بس مش بتأدي افضل قيمه في سعرها لما قارنت بالايفون، وخصوصا ان سعرهم عالي جدا. عجبني بيزل الشاشه بقى ارفع وافضل لكن ما عجبنيش شكل الشاشه، خسر جماليه الالترا وتحس موبايل عادي. عجبني تصوير الفيديو بالسيلفي في ضوء الشمس لكن ما عجبنيش في الضوء الداخلي، وحش جدا هو والايفون. عجبني السوفت وير الجديد وميزات اي كتير اتكلموا عليها، والسعر عالي لنسخه 12 مع 256 جيجا في امريكا بسعر 1300 دولار. ده لو وصل عندك قول 1500 دولار، يعني محتاج تبيع كليتك عشان تجيبه. ومقارنه مع اس 24 الترا وحتى اس 23 الترا بلاش تغيره وتجيبه، مش هتحس باي فرق، يستاهل وما يستاهلش تدفع فيه الفلوس دي كلها. سيبك من كلام المراجعات وانه موبايل جامد وميزات اي والكلام ده، انت هتجربهم اول ما تجيبه بس وهتنساهم وهتبقى بس دفعت فلوس على الفاضي، مفيش اي تطوير جوهري فيه يخليك تشتريه. لو معاك اس 23 الترا واس 24 الترا وحتى الاقل اس 22 الترا تحسهم حاجه واحده، استنى على الاقل لحد الاس 30 الترا تحس فعلا ان في تطوير. وكتقييم اجمالي لا لو معاك فلوس بس زياده اشتريه عادي جدا. ولو فكرت
فكرت تشتريه خلي بالك من العيوب، مهم تركز فيها وتشوف مناسبه ليك ولا لا. وما تنساش تكتب لي اي كلمه حلوه تقديرا للشغل الجامد ده واشتراك ولايك. عايزين نوصل الفيديو ده اكبر عدد لايكات، تعبت جدا في المراجعه دي عشان اجيب لك كل المعلومات صح وفي اقل وقت ممكن. ولازم تكون عندي على فيسبوك، يوتيوب، انستجرام، تيك توك عشان نكبر العيله ونكون اكبر محتوى تك في الوطن العربي باذن الله. دمتم بافضل حال، سلام.